بن يزيد. نعم، سفيان البقالي يرصد الآن. ولاحظوا هنالك الإثيوبي والكيني، هذان هما الاسمان اللذان يمكن اعتبارهما الأخطر. يستمر التنافس ودائما الدورات تركيز كبير. أعتقد الدورة الأخيرة ستكون حاسمة، الدورة الأخيرة ستكون حاسمة لا محالة. الحلو السريع وإنهاء للسباق وتأكيد على الظهور القوي. هناك تكتيك من العداء التونسي محمد أمين شناوي الذي يأتي في المركز الرابع، في وقت لسفيان البقالي وتجاوز البركة المائية الآن. حاجز المائي الآن، الانطلاقة. سفيان البقالي جنبا لجنب رفقة العداء الكيني أبراهام كيبروت. قراءة 2000 متر الآن تم قطعها في 5 دقائق 44 ثانية 91 جزء من الثانية. تجاوز البركة المائية مرة أخرى، ونقترب من المنعرج المهم المنهي لتفاصيل هذا السباق. انتظار الجرس الذي سيكون محدد للدورة الأخيرة. 2 ديال الدورات متبقية إذن، في انتظار إذن جرس الدورة الأخيرة الذي سيكون معلنا عن انطلاقة هامة لكل العدائين وما يخبئه كل عداء. سفيان البقالي في المركز الثاني الآن يراقب السباق بعد الانطلاقة التي كانت نعم في الأول تكتيكية. الآن يرتقي للمركز الأول جنبا لجنب رفقة أبراهام كيبوت. الإثيوبي تراجع، كيني جنبا لجنب رفقة سفيان البقالي الذي يتقدم الآن ويسير نحو المركز الأول، مركز أول مغربي الآن. إذن الانطلاقة السريعة، البحث عن الانطلاقة السريعة، عن تحقيق مركز أول. ينطلق سفيان البقالي الآن، تعامل مع الدورة الأخيرة. لاحظوا العدائيين في الخلف كيف أنهم أصبحوا الآن منتشرين، عداء تلو العداء. السرعة، سفيان البقالي يقود السباق. ذكر بين ال5 الأوائل يتأهلون مباشرة. سفيان يسير نحو آخر لفتين وتعامل مع آخر عائق يكون من خلال الحاجز المائي. يمر سفيان 100 متر الأخيرة، وسفيان البقالي ينطلق بهدوء. آخر حاجز تم تجاوزه، هنالك سقوط إثيوبي إبراهيم ويغادر المنافسات. سفيان البقالي خفض من السرعة في آخر المطاف ودخول في المركز الأول 8 دقائق 23